السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم، حلقة خاصة واستثنائية بالنظر للموضوع الذي تناقشه وبالنظر كذلك لحجم وطبيعة ومكانة المتحاورين. الموضوع هو النقاش والجدل الذي أثير خلال الأسابيع الأخيرة بعد ندوة دولية احتضنتها مدينة الدار البيضاء خصصت لتشخيص أبرز أعطاب المنظومة التربوية بالمغرب. صدرت عن المناظرة 44 توصية، لكن ما أثار الجدل كثيرا هو 3 توصيات متعلقة بلغة التدريس خصوصا في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، بين من يدافع على اعتماد اللغات أو اللغات الأم الدارجة خصوصا في السنوات الأولى من التدريس، وبين من يعتبر ذلك نقاشا زائدا أو مغلوطا أو غير ممكن. سنناقش مواقف كل طرف، حججه، وكذلك مجموعة من الإشكالات المرتبطة بلغة التدريس ومكانة الدارجة سواء في المنظومة التربوية أو غيرها. الموضوع يناقشه كل من سي عبد الله العروي، يحضر معنا بصفته مبرزا في اللغة والحضارة العربية. أستاذ العروي، مرحبا بك معنا. شكرا. بعد طول غياب على التلفزيون، مجموعة ديال المتتبعين لاحظوا الصمت ديال الأستاذ العروي على مجموعة من القضايا اللي عرفتها بلادنا، خصوصا يعني على الأقل في السنوات الثلاث الماضية. إلى أن أثير هذا النقاش فخرج الأستاذ العروي عن صمته. واش لأن الموضوع عنده في تقديركم أهمية وخطورة جعلت خرجتكم من الصمت ديالكم؟ الجواب هو أن هذا الموضوع أنا شغلني منذ 50 سنة. من 1960 هيأت في درس الأستاذ بلاشير مترجم القرآن ريجيس بلاشير، طلب مني أن أهيئ محاضرة أو هذا حول قضية العامية في العالم العربي. فهيأت هذا في السوربون وتكلمت في الموضوع، واطلعت لمدة شهرين كل ما كتب وهو لا يحصى من لبنان إلى مصر إلى العراق، وخرجت بنتيجة واحدة، وهي أن العقبة الكأداء اللي تجعل من كل دعوة إلى أخذ اللغة العامية أو المحكية كما يقال في مصر كلغة وطنية هي قضية الحرف. بأي حرف تكتب. إذا كتبت بالحرف العربي لا فائدة في ذلك. إذا كتبت بالحرف اللاتيني ابتعدنا عن الموروث الثقافي العربي. ووافقني بلاشير على هذا الطرح، بل أكثر من ذلك. قال لي شيء، قال لي في سنة 1934 أو 35 لا أتذكر، الإدارة الفرنسية في المغرب جمعت خبراء من جميع اللغات وطلبت منهم واش يمكن ترسيم اللغة الدارجة المغربية كلغة وطنية. فكانت النتيجة بالإجماع منهم هو بلاشير أستاذ اللغة العربية، منهم إيميل لاوست المتخصص في صاحب مويشوس بيربير، بالإجماع على أن هذه القضية لا يمكن لا تطبق. وهذه الخلاصة لا زالت منطبقة على النقاش الدائر الآن حاليا. لا، فأزيد نقطة واحدة ونكمل. ما هو السبب اللي جعلهم أنهم يقولوا هذا غير مطبق؟ أولا سياسي، لأنهم ما يقدروش يتخذوا هذا الموقف لأنه مخالف لعقد الحماية. إصلاح تقوم به فرنسا ولكن محدود، الإداري المالي إلى آخره، لا علاقة له بالثقافة بالدين بكذا وكذا وكذا. ثانيا، إذا اتخذ هذا القرار فلا يمكن لفرنسا أن تطبقه لا في تطوان ولا في طنجة، أي بحيث يكون كأنه في المنطقة السلطانية فقط. المنطقة السلطانية والمنطقة الدولية في طنجة. ثالثا قضية الحرف أيضا، إذا كتبت بالعربية لا فائدة فيه، كتبت باللاتينية زوبعة.
كنرحب في طرف ثاني السي نور الدين عيوش، الفاعل الجمعوي ومهني الإشهار. سي عيوش، مرحبا بك. مساء الخير. أثير الكثير بعد هذا النقاش اللي كان هذه الأيامات. ربما السؤال الأول، شكون هو نور الدين عيوش باش يمشي لواحد الموضوع حساس اللي هو الموضوع ديال التعليم وعلاقته باللغة في المغرب، في بلد اللي كنقولوا فيه حكومة وبرلمان ومؤسسات، ونوض هو وينظم ندوة ويجمع توصيات ويديهم للديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتعليم؟ بأي صفة سي عيوش؟ بعد أولا سمح لي نقول لكم بأنه أنا لشرف كبير باش يكون هذا النقاش مع الأستاذ الكبير اللي تنحترمه اللي تنقدره، وقريت كثير من الكتب ديالو، عبد الله العروي. بغيت نقولها لك، ماشي هذا أول لقاء اللي تسبق بيننا، اجتمعنا في أشياء على الصحراء وسمعت النصائح ديالو، ومازال وتنعتز بدك الأشياء اللي قالها في الكتب ديالو. اليوم انا ما عنديش تجربه ديال 60 عام، انا انا كبير شويه ماشي، ولكن بحالك مازال عندي 70 عام دابا، اذا وصلنا انت شتي الشعر حتى هو ابيض وكل شيء. يعني عندي واحد التجربه ديال نقولوا هذه 20 عام في التربيه. منين جايه هذه التجربه؟ اولا نشأت، تعقلوا عليها، ذاكره للقرود الصغرى، ولاحظنا في بعض القرى وداك الشيء 100% ديال النساء والرجال لا يتكلمون ولا يكتبون، لا يكتبون ولا يفهمون اللغه العربيه. اميين تيتكلموا بالدارجه ولكن ما تيفهموش. علاش؟ حنا بغينا باش نعطيهم دروس تقنيه ودروس باش ذاك العمل ديالهم اللي تنعطيهم ذاك القرض الصغير، واحد القدر مالي باش ينشئوا المقاوله ديالهم، باش يمكن لهم ينجحوا فيها خصهم تكون عندهم تدبير واشياء اخرى. ومنين لاحظنا هذاك الشيء ثم طاحت عليا فكره، قلت لا بد باش ننشئوا مدارس بعدا نحاربوا الاميه لهاد الناس الكبار. وحاربنا الاميه، عندنا واحد التجربه ديال اكثر من 80,000 ديال الناس اللي حاربنا الاميه عندهم هذه سنين وسنين. ولاحظنا ايضا في ذاك الوقت، هذه 20 عام، لاحظنا بانه 75% ديال الاطفال وكثير شيء الطفلات اميين ما تيمشوش للمدرسه. ثم نشأنا المدرسه ذاكره للتربيه. لما نقول لكم كيفاش داك الشيء وقع، لانه مشيت لبنغلاديش قالوا لي الناس مازال تنعقل، كندست في لومون كيستيون في ذاك الوقت، وقالوا لي انت مشي لبنغلاديش باش تعلم اشياء في القرود الصغرى، سير امريكا ولا داكشي. تعلمت في بنغلاديش، ودابا محمد يونس اللي هو اللي نشأ القرود الصغرى اصبح خذا جائزه ديال نوبل. رجعنا سعيد في الموضوع. شفنا المدرسه، شفنا المدرسه غير نظاميه، ونشأنا ذاك المدرسه. عندنا واحد التجربه ديال اكثر من 450 مدرسه، اكثر لانه اللي زدنا عليها دار الدوار اللي 95 ديال دار الدوار. عندنا واحد التجربه، ولاحظنا بانه ملي مشينا بدينا ذاك التجربه، لاحظنا بانه الاطفال مازال تنعقل على واحد الحاجه ما عمرني ننساها. علاش؟ لغه الام بقات دائما في الدماغ ديالي وتنعطيها واحد الاهميه كبيره. ملي بدينا الدراسه في واحد المحل اللي كانوا اطفال تيتكلموا فقط اللغه الامازيغيه، بدينا باللغه العربيه لانه احنا ما عندناش تجربه ذاك الوقت. وشنو هي عندنا احنا لما نقول لكم المدرسه بدينا باللغه العربيه وبداو يقراو ولكن ما فهموش. 300 ساعه بقاو تيشوفوا فينا هكا، وتما عيطوا لي قالوا شنو هذا المشكل، وخممنا وبدينا ندرسوا بلغه الام. السنه الاولى احنا عندنا 3 سنين، السنه الاولى تندرسوا بلغه الام، وتما تعلموا كثير لغه الام الامازيغيه. علاش؟ احنا الاساتذه ما تنجيبوهمش من الدار البيضاء باش يمشيو للعيون ولا يمشيو لطنجه، تناخذوهم في نفس المحل. تما تنختاروا. عيوش عندك هذه الشرعيه ديال الممارسه ديال التجربه، ولكن كاين اللي كيقول ما يمكنش نور الدين عيوش يبادر هذه المبادره لو انه شي جهه ما وحات ليه ولا قال لي شي حد ولا عنده شي قناه اتصال بشي قنت. واش هذه مبادره ديال نور الدين عيوش والناس اللي معاه، او لا جايه من شي جهه اخرى؟ ما جايه تمشيها، ماشي هذه المبادره الاولى اللي درنا في التعليم. درنا مبادره هذه 3 سنين في اللغه واللغات، ما دارتش بحال هذه الضجه. ما دارت واحد الضجه، ولكن هذه المره عرفتي علاش جات هذه الضجه كبيره. حنا عندنا في التواصل تنعرفوا هذا المشكل هذا، حيت كان همه تما وكان عزيمان
وكانوا وزراء قالوا اولا لا هذا السيد هذا من جاب هاد الناس، هاد الناس تنعرفهم وكنت نعرفهم قبل عزيمان كان صديق ديالي، كان معايا في المجتمع المدني. كاين واحد غيفهم منا بانه ورطي القصر مثلا في هذاك النشاط اللي درتي، لا تماما، بوجود هذوك الشخصيه المستشاره تماما. وتنشكرك اللي حطيتي هذا السؤال. القصر ما عمرو عيط لي ولا قال لي دير هذا ولا هذا، كاين واحد الاحترام بيني وبين الملك، واحد الصداقه مبنيه على الاحترام وتنقدروا، ولكن ما عمرو قال لي شي حاجه وما عمرني طلبت الاذن من اي انسان كيفما كان، الا الزوجه ديالي ولا اصدقاء ديالي ولا كان الاخ نطلب منه واحد النصيحه، ولكن ملي تنوض بواحد المبادره تنوضها في الدماغ ديالي انا بوحدي تناخذها شخصيا. بحال اللي بديت بالقروض الصغرى، واش قال لي شي واحد القروض الصغرى كان الحسن ثاني حناك، وملي بديت بالتربيه ما كانش محمد السادس كان ذاك الساعه فقط ولي العهد في ذاك الوقت، ما كانش عندي اتصال معاه. اذا ذاك ما نساوش هذا الشيء هذا، لانه ما عمر شي انسان قال لي ندير واحد المبادره. والقصر ما عمره تيدخل في هذا الشيء، ولا همه ولا شيء اخر. استاذ العلوي، فين هو المشكل الى واحد السيد ولا جهه بادر، جاتو الغيره على بلادو ولا على المشكل ديال التعليم، وبادر دار هذه المبادره ديالو؟ ربما من النقط اللي ممكن تلاحظ عليه انه التوصيات لم تنشر، أليس كذلك؟ لا، أنا ما عندي حتى اعتراض على أن أي شخص عنده غيرة على بلاده، عنده تجربة، عنده فكرة يعرضها يعبر عنها ويعرضها على بالعكس، هذه يحسب لهذا الشخص ويحسب لسي عيوش بكيفية خاصة اهتمامه بالتربية، بالخصوص تربية المناطق النائية اللي ما فيها شيء، اللي الدولة إما هجرها أو ما عندها شيء إمكانات للتوصل إليها. فلذلك أنا النقطة زيادة على ذلك، الأهداف اللي عبر عليها السي عيوش إما مباشرة أو غير بكيفية غير مباشرة، أنا متفق معها 100%. لا أدخل في التفاصيل إلا إذا طرحت عليها، لكن عندي فقط 3 أسئلة هنقولها. هل هذه المبادرة نافلة أي زايدة، سوبرفلو؟ ما معنى زائدة؟ أي واش ماشي هو الأمر المطبق حاليا؟ يعني حاليا في روضة الأطفال أي من 3 سنين ل6، واش المدرسة أو المعلمة أو المربية كتتكلم مع الطفل بلغتين غير اللغة الدارجة؟ يمكن نكون خاطئ، ولكن السي عيوش غيقول لنا واش كاين ولا ما كاين. نفسحوا المجال بصيغه اخرى. السي عيوش نكمل هذه وهذا. النقطه الاولى هي اللي قلت، خلينا استاذ باش نبقاو بنقطه بنقطه. طيب. الا فهمت التساؤل الاول السي عيوش هو انه المقترح ديالك زايد. علاش؟ يعني انه من الواقع واللي طبيعي واللي معمول به يعني في الفصول ديال الدراسه في المغرب كله، هو انه في السنوات الاولى المعلمات والمعلمين والمدرسين كيتواصلوا مع التلاميذ ديالهم باللغه الام، سواء بالدارجه او الدارجات، ولا اللي في شي بلاصه يعني اللي فيها اللسان الامازيغي. وبالتالي هذا المقترح ديالك علاش؟ سامح لي، تيتواصلوا هكا بحال دابا تتكلم معنا بالدارجه شيء، ولكن تدريس الدارجه في هذه السنوات الاولى لغة الأم مهمة، ماشي عيوش اللي قالها. أنا هاد التوصيات ماشي نشأتهم ولا كتبتهم، أنا فقط دابا تنتكلم عليهم، كنت رئيس ذاك اللجنة. ذاك التوصيات شكون اللي قالهم؟ ناس متخصصين باللغات. كاينين معنا شي ناس منهم السي مغرفاوي والسيليوسي وشوكيلي، هادو معنا في اللجنة مخصصين في اللغات، يقراو علوم اللغات وتيقريوها ويكتبوا عليها وكل شيء. منا ناس من الأجانب جبناهم، ومن اليونسكو اللي تكلم على هذا الشيء. وهذا المشكل هذا ما طرحش فقط في المغرب، في بلدان كثيره. تدريس باللغه الام في السنوات الاولى في المدرسه الاوليه لو بريسكولير، وفي المدرسه الابتدائيه 2 أو 3 سنوات، هذا الشيء
مزيان بزاف ولكن لصالح الاطفال. ولكن لا ما كيتمش الان. لا ما كاينش هذا الشيء في المدارس. سامح لي انا ما قريتش، وكان المدارس كلها تيتكلموا بعض تيبداو باللغه العربيه الفصحى، ولكن تيتكلموا ملي تيكونوا السلام عليكم جلس واخا، ولكن هذاك الشيء جليس وهذا كاين مازال اللغه العربيه، ما كاينش ذاك التواصل. سامح لي الاستاذ، شفت انا المدارس وزرتها، وزرت كثير من المدارس، لانه احنا عندنا في جميع انحاء المغرب عندنا اكثر من 433 وهاد المدارس ودار الدوار واللي عشت فيهم ومشيت شفتهم كلهم شفناهم، وشفنا المشكل الاطفال علاش يهربوا من المدرسه. هذا الهدر المدرسي اللي كبير اللي تنوصلوا 350,000، كان 400، كان اللي تيقول 300 350 نقولوا حنا 350 في السنوات الاولى ولا في الابتدائي وفي الثانوي تيهربوا من المدرسه، حيث المدرسه تتستقبلهم بواحد الشيء اللي ما تيحبوش المدرسه، اللي ما يعترفوش بالشخصيه ديالهم. ما كاينش فقط المشكل ديال اللغه. اليونسكو والخبراء قالوا بانه المشكل اللغه الام عنده واحد الاهميه كبيره، تيساعد الاطفال باش ينجحوا في المدرسه وتيمكن لهم باش يتقنوا اللغه ديالهم، حتى اللغه العربيه. مفهوم الفكره السعيوش. ما عمرنا قلنا واحد الشيء، سمح لي، قلنا اللغه الدارجه او لغه الام تاخذ مكان اللغه العربيه، ما عمرني قلته في حياتي. استاذ العروي، السعيوش كيقول لك بانه في المدارس لغه التخاطب ديال المدرسين مع التلامذ لا في التعليم الاولي او لا في السنوات الاولى الابتدائي هي العربيه الفصحى، ماشي هي اللغه الام. اذا كان هذا صحيح اذا عنده الحق وخصو نصلحوا القضيه. يعني اذا كان فعلا اما في روض الاطفال، يعني من سنه 3 ل 6 المربيه اللي كيجيب لها الطفل كتكلم معاه بجمله معربه ديال سيبويه، معلوم هذا لا يقبل. ما قلتش سامح لي. لا سامح لي، ما قلتش في روض الاطفال. روض الاطفال ذاك الساعه الطفل مازال ما تيتعلم، تيضحك وتيلعب. انا تنقول حتى في المدرسه الاوليه في بعض المدارس الاوليه بحال دابا المسيد تيبداو بالقران وتيحفظوه باللغه العربيه وتيحفظوه بلا ما يفهموه. وانا قد ولكن في التواصل السعيوش قد في المدارس الابتدائيه تيبداو باللغه العربيه الفصحى وتيدرسوا بها. واش في التواصل في المسجد كيقول ليه هاتي الصلصال وامسح لوحتك واجلسون، راه كيقول ليه امسح بالصلصال جيب وعاود بالكراج، وهذا التواصل ربما كيتواصل معاه بالدارجه ولا بالامازيغيه في المناطق الناطقه بالامازيغيه او التلوح الصفد وهكذا عاد كيوصل للقران. حنا اولا شحال الناس تيمشوا للمدرسه الاوليه دينا هادشي كاين قليل، كاين شي واحد 13 ولا 15%، وكتشي ذاك المدارس الناس اللي عندهم الاموال او كاين المسيد، حيت مدرسه اوليه في المدريس في المسيد كان فقط تيتعلموا القران. اذا ماشي بحال المدرسه الاوليه، انا ما عمرني قد نحذفوا القران من المسيد. انا متيقن بانه لا بد عنده واحد الدور مهم، والدين خصو يدرس في المدرسه الاوليه وفي المدرسه الابتدائيه ومن بعد، لانه هذا الشيء كان حتى في الدول الديمقراطيه بحال المانيا وايطاليا ودول اخرى وانجليزيا وانجلترا. حنا تنقول فقط نبداو بتدريس لغه الام تساعدهم باش يفهموا احسن. هذا الهضر ما قلتو سامحني. غنجو المقترح نفصلوا نقطه بنقطه. انا كنقطع عليكم باش نبقاو في النقطه ديال لغه التدريس، اللغه التي تستعمل في التدريس في الابتدائي. حنا قمنا بواحد الزياره هذا الصباح، الزميل المكاوي والطاقم ديال الروبورتاج مشكور، لبعض الفصول هنا في الدار البيضاء. لا نزعم بانه هذه الزياره علميه ومدققه وتنقل الواقع الحقيقي كمان، ولكن على الاقل اللي لقينا هذا الصباح في الفصول اللي زرنا وكالتالي نتابعوا في هذا الروبورتاج، وغنطلب من ضيفي الكريمين التعقيب عليه فيما بعد. نحن بمدرسة ابتدائية بالوسط الحضري بمستوى الخامس، يحرص هذا المعلم ذو 31 سنة في أسلاك التعليم الابتدائي على التواصل مع المتعلمين باللغة العربية. المفعول المطلق كما قلنا هو موضوع الظاهرة التركيبية لهذا الأسبوع، فكلمة شرح ماذا نعرفها؟ يؤكد معنى الفعل. مفعول مطلق يؤكد معنى الفعل. جيد، ممتاز. اعتمد في تعاملي على مسألة اللغات، اعتمد على وثيقة أساسية جدا هي الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بحيث أن هذا الميثاق في دعامته الثانية
ركز بصراحة وسطر بصراحة على استعمال اللغة العربية كلغة أساسية ومهمة وأولى في التدريس. تقديري الشخصي وركز كثيرا على استعمال اللغة الوسطى. اللغة الوسطى هي استعمال الدارجة المنقحة واستعمال اللغة العربية الراقية والمزج بينهما يعطينا لغة وسطى، لغة جميلة. فكروا في الموضوع الأخير، أعضاء التوالد عند الحيوانات الولودة. خذوا كتب النشاط العلمي. لغة عربية وسطى يستعملها الأستاذ كذلك في المواد العلمية كما هو الحال هنا في درس عن التوالد. أعضاء التوالد عند الحيوانات الولودة إناث. كاين فرق. الهضرة اللي في الدار هادية في قسم اللغة العربية الفصحى. تتفهمها؟ نعم. مزيان شوية؟ لكن عادي. اللغة العربية اللي تيتكلم بها أستاذ تجيني سهلة وكنفهمها. بس أنا كنفهم حيتاش عادي كيشرح لينا أستاذ شي دروس كنفهمو. ما تلقاوش مشكل؟ سلام. ما تلقاوش بس مشكل؟ كيشرح لينا مزيان. ننتقل إلى مستوى الثاني ابتدائي. التواصل هنا مع المتعلم يمر عبر لغة واحدة، اللغة العربية. انتبهوا إلى السبورة. عندنا الجملة التالية: كتب الولد الدرس بالقلم. أعطيكم سؤال، ماذا كتب الولد؟ الدرس. أعيد الجملة ككل. كتب الولد الدرس. 34 سنة ديال العمل لم أستعمل اللغة الدارجة قط. أرفضها بتاتا. كيف سيقرأ؟ كيف سيكتب؟ ما هي الكفايات التي سيصل إليها؟ حنا كنعرفوا بأن هذا الرفع من المردودية التي تسعى إليه الحكومة راه يسعى إلى التجديد والرفع من المستوى. إذا كيف سنرفع من المستوى باستعمال اللغة الدارجة؟ أين هو النحو؟ أين هي التراكيب؟ أين هي الإنشاء؟ أين؟ لتسهيل التواصل تكتفي الأستاذة بلغة الإشارات. ما هذا؟ أعيد جاوبي. نعم هذا سروال طويل. وتبسط العمليات الرياضية. 4 زائد 4 تساوي 8 أو تساوي 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2. 2. كم مرة هنا؟ 4 مرات. إذا ويبقى فهم التلاميذ موضع سؤال. طريقة كيفاش يشرحوا لكم الدرس واش تفهموا؟ تتفهم؟ كنهضر في الدار بالدارجة وفي القسم كنهضر بالعربية. وتتفهم العربية ديال القسم؟ بزاف ولا شوية؟ شوية. باش تهضروا في القسم؟ بالصفحة. بالصفحة. باش؟ بالعربية. العربية اش؟ في زيارتنا لهذه المدرسة وقفنا على استعمال للغة العربية للتواصل بين المعلم والمتعلم في مستويين مختلفين. السؤال: هل فعلا العربية لغة التواصل في التعامل اليومي داخل المدرسة المغربية؟ نخليكم في تعليق على اللي شاهدتوه. تفضل. هذا هو السؤال اللي غادي نطرحه على السي عيوش. نتصور ان هذا الاقتراح ديالك قبلناه وقلنا كيفاش غتلزم هاد الاساتذه انت شفتيهم وسمعتيهم، كيفاش غتلزمهم هما انهم يطبقوا هاد المقترح ديالك؟ سامح لي، انا اولا ليس وزيرا وليس رئيس الحكومه، اذا هذا الشيء العمل ديال الحكومه اللي خصها تشوف المستقبل ديال الاطفال ديالنا، لانه تنساو التعليم فشل في المغرب. باش نعطيكم ارقام كل واحد يعرفها، ولكن المشاهدين خصهم يعرفوها ايضا. اذا اللي قلنا حنا باش نرجعوا له الله يخليك، لانه هذا الشيء فهمنا علاش حنا قلنا هذا الشيء. قلنا توصيات كاينين 3: من الضروري استقبال الاطفال في المدرسه بلغتهم الام،
ينبغي أن يتمكن كل طفل من لغته الأم قبل أن يتعلم لغة ثانية. لا قطيعة لغوية مبكرة. التعليم الأولي هو تعلم الحياة وأشياء أخرى. ثانيا، اعتماد اللغة الأم في التعليم الأولي وفي السنوات الأولى من التعليم الابتدائي. لاحظنا بالأسف ما كاينش هادشي كلغة التعليم والاكتساب المعرفة الأساسية. ثالثا، تقنين اللغة المغربية مع الحرص على مد الجسور مع اللغة العربية الفصحى. هذا التعليم فشل في المغرب، وحنا تنشوفوا علاش. حنا سمعنا الطفل مسكين ملي تيتكلم معاه باللغة العربية تيشوف تيقول بعض المرات تنفهم وما تيفهم شيء. إذن هذا خطر. وتكلمتي وقلتي أشياء في اللغة، حتى في اللغة العربية اللي ما عمري ننساها، لانه باش تشوف ترجع حدثيه وتدخل عليها تحسينات، لانه اللغه دائما تكون هكا، تشوف الانسان اما شفويا او كتابيا تدخلوا عليه كلمات وتتحسنها. حتى ملي تمشي لفرنسا كاين لغات عربيه، ولا في اسبانيا، ولا حنا عندنا كلمات حتى هي اجنبيه ولا امازيغيه. اللي بغيت نقولوا حنا الدراسات الاولى ديال 2011 ديال البنود سنه 2011 حول التنميه البشريه، المغرب المرتبه ديالو 130 على 180 دوله. هذا شيء ربما الازمه ديال التعليم كل شيء متفق عليه، من اعلى سلطه في البلاد الى رجال ونساء التعليم. دابا غير في هذه النقطه اللي قلتي ديال انه نكمل لك الله يخليك واحد الشيء باش نناقشوا معك التوصيات، باش نعطوها حقها ونعطوها قيمتها. تقول استقبال، يعني نستقبل التلامذ بلغتهم الام، يعني عوض ما يقول لي صباح الخير مساء الخير تفضل اجلس، صباح الخير مرحبا السلام عليكم مزيان، ولكن لغه متوسطه، لغه فيها كلمات بالعربيه. هذيك غنجوا للنقاش، يعني غادي نصنعوا لغه اخرى. انا ما نصنعوش الله يخليك، هاي ماشيه تتصوب بوحدها. تساؤل ربما وغنوجهوا للسي العروي، من غير الاستقبال والحديث والشرح ربما المشكل غادي يطرح ملي غندوزو من ما هو شفوي الى المكتوب، اليس كذلك استاذ؟ هو دابا انا اللي حسب اللي قريت واللي سمعت من السيد عيوش هو ان هاد الخبراء اللي جمعهم هما واش كانوا كلهم من جميع الاختصاصات الضروريه، لان انا شخصيا غير لاول وهله حسبت بانه خص يكون 12 تخصص. انا نقولها لك اللي هي اما لا فونولوجي بلا ما نترجم لك بالعربيه، علم الصواطه، لا دياليكتولوجي، لو فولكلور، l'ethnologie, la linguistique, la sociolinguistique, la sociologie, l'histoire, l'économie, la didactique, le planning scolaire et le langage des sourds. هذه مهمة جدا. علاش قضية الصم؟ علاش؟ لأن فيها كتابة جدا، لأن الصم ما كيسمعوش، إذا ما كان ليش تقول لك لغة الأم ما كيسمعوش. واش معناه أنهم ما يمشوش للمدرسة؟ كيمشيو للمدرسة، ولكن ملي كيمشيو للمدرسة كيخدموا بالعين، الأذن ما خدامش. معناه هذا أنه، وهذا هو الخطأ ديال الناس اللي جمعوا، أنهم وخطأ ديال اليونسكو عموما. أنا اشتغلت في اليونسكو وسمعتهم وعرفت الأفكار المسبقة ديالهم. من بعد إلا بغيتي نقول لك الحقائق هذه نقولها لك على قضية اليونسكو. الخطأ الأساسي هما كيظنوا أنه هناك تسلسل طبيعي بين الشفوي والكتابي، والأمر معاكس تماما، لأن الحضارة والتعامل الشفوي شيء يدل على مستوى معين ديال الثقافة وديال الإنسانية، وكيبقى معنا دائما إلى الآن باستمرار. وعندك مستوى آخر هو مستوى ديال الكتابة ديال الحرف. هذه ما نشأش عن الشفوي، واحد النهار قالوا الشفوي وغادي نكتبوا به، لا، نشأ مستقل تماما. تاريخ الكتابة كنعرفوه منين؟ عند المصريين وعند بلاد الرافدين، ما ندخلوش في التفاصيل. ولكن الإنسان اللي كيمشي للمدرسة ماشي باش يتكلم اللغة، ماشي يتعلم كذا، باش يتعلم الكتابة،
فلذلك المسيد اللي احنا اش كنسميوه الكتاب. المدرسه الفرنسيه ايكول سكولا، معناها الكتابه، لا علاقه له بالشفوي. منين كتمشي اش كتعلم الطالب؟ كتجي تعلموا يعني حروف التي هي رموز باش تعمل كلمه مكتوبه، باش التواصل على المكتوب بالعين، ماشي ضروري انك تلهجها. منين كتكتب بالكتابه بالرمز خاصك تقراها. ملي كتقراها هنا كتجي قضيه المصوتات لي فويل، وهنا هو العطب ديال اللغه العربيه، لان ما كتكتب غير لي كونسول، هذا امر اخر. ولكن منين كتعلم كيفاش تقرا هذا الخط، التلفظ بهذا، كترجع للشفوي اللي هو غير الشفوي الاولي، اللغه الاولى كما كيسموها اهل اللسان، ما عندها علاقه. فلذلك الصم من هنا راه يعني هذا الشيء كله، هذه الافكار جات من ملاحظات ديال قضيه الصم، لان الصم ما كيتعلموا كيمشيو للمدرسه ما عندهمش لغه الام، ما عندهمش، ولكن كيتعلموا الاشاره. هنا تنبهوا الناس بان اللي كيتكلموا راه يعني الكلام الاصلي لغه الام شيء، واللغه المدرسه شيء هي لغه اولا كتابيه تلفظ فيما بعد، وليس من الضروري ان تكون هذا التلفظ بما هو مكتوب مطابق لما هو متلفظ للشفوي. هنا الخطا ديال الاختصاصيين ديال اليونسكو قالوا كنشوفوا احنا الدول الافريقيه، تنزانيا كذا كذا كذا، معدلات ديال هذا ارفع بكثير من المغرب. قالوا علاش؟ لان هذيك الدول في الابتدائي عندهم غير الشفوي، ولكن يا سادات هذه الدول الشفوي ديالهم في الابتدائي، ولكن الكتابه اللي كيتعلموها الانجليزيه او فرنسيه في الدول الفرنسيه ما لها علاقه بهذا. اذا ما يتعلم بالشفوي شيء هو امور متعلقه باليد. يعني تعلموا كيفاش الخياطه، تعلموا كذا كذا. والخص لك كلامي، وهو انه الهدف من التركيز على لغه الام وعلى الشفويه في افريقيا وفي غير افريقيا هو انك تكون طبقه معينه من الناس اللي كي يقراوا بسهوله، ماشي اميين ولكن ماشي إليتري، يعني ما كيبقاوش انالفابيت، ولكن كيوليو إليتري، يعني المفاهيم ديالهم محدوده باش يكونوا خدامين في المعامل فقط. يعني بتعبير اخر باش تكون واحد اليد عامله رخيصه بحال داكشي اندونيسيا وباكستان اندونيسيا. فلذلك انا لما كنت في اليونسكو وكيقولوا لنا هذا الشيء كنقول لهم يا سادات حاله المغرب ماشي هي هذه الحاله. لو كنا احنا في هذا الوضع ما كاين بس، الا بغينا نكونوا احنا في هذا الوضع ما كاين بس، ولكن الا بغينا نحافظوا على الوضع اللي احنا فيه خاصنا نخموا في سياسه اخرى. هذه السياسه الاخرى شنو هي؟ غادي نرجع لها نخلي الاستاذ عيوش يعقب على هذه الافكار. لانه سمعت اخ سي العروي، احنا في المغرب الشيء سهل، لانه احنا ملي تنتكلموا بالدارجه هي لغه عربيه مدرجه، والحروف ديالها حروف عربيه، وحنا منين باش نبداو الاطفال في السنتين في الاولي
وفي سنتين ماشي كل الحروف ديالها عربيه سي لا الاكثريه بالدارجه يا دخلت بي حنا بي دخلات لا فين بي فين سمعتي انت بي بالدارجه كيتبوب عليا وداك بوب عليا لا هذيك كلمات هذيك اللغه الدارجه تيدخلوا فيها كلمات اما لاتينيه اما امريكيه وهذا الشيء مزيان تتبين بانه هذه اللغه من فاتحه بزاف هذه انه الدارجه من العربيه كاين فيها نقاش الطوموبيل فعاود تيقول السياره الموتور فعاود تيقول المحرك هذا الشيء كاين اللي بغيت نقول انا اللغه ديالنا سهله انا تيظهر لي الاخ اللغه ديالنا حنا الناس اللي متخصصين في اللغات قال لك باش نكتبوها بحروف عربيه وكان عندنا واحد السيد شكيري اللي تيقري في الاخوين اللي كتبها بواحد الطريقه اللي قريتيها تقول عربيه ولكن هي منطوقه وملي تتكلمها بالدارجه وتا السي عبد الرحيم يوسي اللي دار ترجمات وتكتبتها في قواعد دابا النحو قواعد النحو توجدها وكتب اشياء اذا حنا سهل علينا هذا الشيء حنا ماشي نبداو بداك لغه الام الطفل تيكون في البطن امه معنا السي مساوي تكلم على هذا الشيء وكان خبراء في النفس وكل شيء قالوها قال لك الطفل تيسمع اصوات وتيسمع موسيقى وكلام فهو مازال في البطن ديال امه ملي تيخرج للحياه تيبدا يتكلم بهذيك اللغه وملي تيمشي للمدرسه لا بديتي له باللغه العربيه كيف سمعتي قبيله حرام بداه باللغه ديالو وتفرز له وفي التالي ملي تبدا تقريه بذاك اللغه تتقريه الحياه تتغنيه بحال دابا في الاوليه شنو تنتعلموا هو المعيشه مع الناس هو الاحترام هي القيم هما الاخلاق هما اشياء هي باش الانسان ينفتح الطفل ينفتح وتتعلموا فقط اذا يتكلم بواحد الحروف يكتبها ولا ينطق بها وملي تيدخل الابتدائي تيبدا يكتب اذا بدا يكتب في السنه الاولى باللغه لغه الام الدارجه هي لغه عربيه وليس لغه اجنبيه ولا ما جا من شي محل ماشي يتعلمها بكل سهوله العربيه حنا عندنا تجربه في المدارس ديالنا هذه المدارس تجربه قمنا بها وعرفناها الاساتذه ديالنا كلهم اللي اخترنا من الاساتذه ديالنا اولا تناخذهم من القريه او من المدينه او من اي ناحيه ما تنجيبهمش من الداخله يمشوا للعين ولا شحال وتيتكلموا الكلام ديال البلاد ديالهم ديال ذاك القريه فين هما والمنطقه وملي تيقريو تيفهموهم التلاميذ وتيبداو هكا وحنا هذاك الناس عندهم اجازه ولا من بعض المرات فقط البكالوريا وسنتين بعد البكالوريا وتيدوزوا واحد التكوين ديال 15 يوم فقط اسبوعين وذاك التكوين تنعلمهم فقط البيداغوجيه كيف يتعاملوا مع الاطفال وتنعطيهم واحد الدروس موجهه سنتين تندرسوها في سنه واحده حيت حنا عندنا في 3 سنين تيدرسوا هي 6 سنين ديال الابتدائي وتيدوزوا نفس الامتحان باش يدخلوا المدرسه الكوليج الثانوي علاش ولكن تينجحوا فيه من 95 حتى 100% حيت ملي تنبداو لهم ذاك اللغه لغه الام تيتعلموا احسن وتيسمعونا وتيفهمونا وتيحبوا المدرسه وما تيديروش ذاك الهدر المدرسه حيت ملي تيخرجوا حيت حنا عندنا اطفال اللي خرجوا بسنتين و3 سنين في المدرسه العموميه او ما عمرهم مشاو للمدرسه اميين في 3 سنين تيتعلموا وتدخلوا المدرسه الكوليج الثانوي وذاك الاطفال اللي ماجين من المدارس العموميه ماجين من المدارس العموميه ما تيتعلموش وما تيهضروش بحال ذاك الاطفال اللي تيجيو امين وتيجيو يتعلموا لانه تعلموا بواحد الطريقه لانه الطريقه خصنا نشوفها جوده ديال التعليم خصنا نشوفها هذا هو المشكل الكبير كاين اللغات ولكن اشياء اخرى خصنا نتكلموا عليها ما نبقاوش نتكلموا فقط على اللغه تنتمنى من بعد هذه المساله هذه النقطه السعيش وعلى الاقل الفكره اللي قالها السي العروي هاد الناس اللي تكلمتي عليهم واش ما كاينش يعني وخصوصا ملي كتقول بانه من الناس اللي حضروا يعني في الندوه كاين البنك الدولي كاين اليونسكو هذا واش ما كاينش هذا التوجه اللي قال السي العروي انه نصوبوا واحد الفئه عوض انه مقاول ولا مقاولات تجي كيقول واحد عنده باك بلس 2 باك بلس 5 باك بلس هذا غادي يجي واحد اللي عنده باك مونف ولكن عنده هذا الحد الادنى ديال هذا وضرب شويه شي مهن وممكن انه يندمج في سلسله يعني الانتاج بشكل عادي. لا انا تكلمتك على التجربه ديالنا حنا والتجربه مبنيه هذه 19 عام حنا تنشوفوا في هذه المشاكل والناس والتلاميذ اللي تينجحوا عندنا حنا تينجحوا وتيكونوا الحمد لله ما عمرهم بعدا حنا الهدر المدرسي ما كانش 2-3% في المغرب نقول لكم واحد الاحصاءات يتعجب الانسان ويسمعوها المغاربه
ملي تندخلوا 100 الناس في المدرسه تيدخلوا تلميذ تيدخلوا المدرسه الابتدائيه 100. هذا الشيء تقول 100 هي فقط باش نعطيكم واحد النسبه. 84 تيكملوا الابتدائي، 80 منهم تيوصلوا للاعدادي، 55 منهم تيوصلوا للثانوي، و35 تيوصلوا حتى الباك، وفقط 18 اللي تيشدوا الباك، واللي تيوصلوا للجامعه فقط 6 واللي تيخرجوا منهم فقط اللي تيقادوا في الجامعه. سامح لي، ملي توصلوا للجامعه وتياخذوا الدبلوم ديالهم 6 هما شحال سيبنا 6 من 100 94% مشات. حرام هذا الشيء. فين هذا المال ديال الدوله؟ خصنا نخموا ونشوفوا فين داروا هذه الاموال ونشوفوا المشاكل الحقيقيه. وهذوك 6 اللي تيبقاو 4 فقط تيرجبوا مفهوم الفكره تيسبوا منصب العمل. شتي شحال سي علوي؟ اذا كانت تدريس يعني باللغه الام دارجه كانت ام دارجات ولا امازيغيه يعني كتنقدنا من الهدر المدرسي، فما المشكل؟ إذا صح هذا المشكل هو اللي أنا كنقول لك قضية استعمال الدارجة في الروض يعني من 3 ل 6. خلينا غير في هذا الموضوع ديال 3 و 6 ما كاين مشكل، ما كاين حتى مشكل. فلذلك أنا كنقول بأن هذا المقترح واش ماشي هو نافل يعني ما كل ما يمكن، وهو أنك تهيئ المربيات اولا نهتم. المغرب خصو اولا يهتم بهذا التعليم قبل المدرسه من 3 و 6 لان هذا هو الاساس. وإلا كان الفرق ما بين الدول المتقدمه يعني الدنمارك بالنسبه لفرنسا مثلا من الاداء ديال التعليم في الدنمارك احسن من ديال فرنسا باعتراف الجميع. السبب ديالو هو هذا ان الدنمارك كلهم كيمشيو للتعليم الاول. السنه الاولى والثانيه ديال الابتدائي ما كان مشكل انه، ولكن هنا ايضا الاهتمام بالمدرس ماشي بالطالب تقول له لغه الام. المدرس هو اللي خصك تقول له يا سيدي ما مطلوبش منك انك بحال اللي كانت الاستاذه هنا كتقول له شنو المفعول المطلق. ما كاين، هذه حقيقه ما هو ما له معنى، ما له معنى. حتى الانسان عنده 10 سنين ما خصكش تكلم له على المفعول المطلق. ولكن خصك الاهتمام بالاستاذ ماشي بالطالب. هو تربيه على انه يمشي بالتدرج، هذا هو التوجيه. المشكل هو ان هذا معناه اننا غادي نقصوا من عدد الاميه ربما من 50% أو 35 نهبطوا ل 15 ولا 10 بحال البلدان الإفريقية الأخرى، لأننا غادي نهبطوا المستوى بلغة الأم غادي يبقى في إطار المفاهيم محدودة، لأن هذه لغة الأم على اختلاف مفاهيمها محدودة المفاهيم. نعطيكم مثال واحد، يعني مثلا هي جهة الجغرافية بدا كيفسر له الطقس، باش غادي يقول له بالدارجة شنو الطقس؟ قول له تساقطات المطر، الاخر غادي يقول له الشتاء. الفرق ما بين الشتاء يعني المطر هذا والفصل وهذا في بعض المناطق كاينه له حاجه اخرى. فين يعني بحيث القضيه اللي انا وهنا اللي غادي نوصلوا لهنا سالينا من واش هو زايد اسكو لي براتيكابل، هل هي ممكنه التطبيق؟ ممكنه التطبيق. ما معنى ممكنه التطبيق؟ انا يعني تكلم معايا انا استاذ بغيت نخدم عندك في المدرسه ديالك، جيت عندك هذا قلت لك اسيدي انا هذا عندي كذا كذا وكذا، اش كتطلب مني؟ تقول لي طلب منك انك مما عندك الطفل عنده 6 سنين، عنده 6 ما تكلملوش اهلا وسهلا، ما نتكلمش له بعدا باش نتكلم له بلغه الام. ولغه الام واش اللهجه ديالي انا ولا اللهجه ديالو هو؟ إلا ما قلت لي نقطة أساسية، وهي أنني احنا ما كناخذوا غير أستاذ ديال المنطقة. هذه أنا في كتاب السياسة
في ديوان السياسة من المقترحات اللي تقدمت بها ما اهتم بها واحد، الحمد لله، وهي أن قضية التعليم خصنا ندخلوها بكل تفاصيلها في إطار الجهوية، ونعطي الصلاحيات للجهة يعني هذيك الاكزيكتيف، حكومة بحال داكشي ديال اسبانيا، وهذيك الحكومة المحلية هي اللي تتخذ القرار فيما يتعلق بأي لغة تستعمل، ماذا تستعمل، بأي حرف تكتب. أنا مستعد نمشيو بعيد في هذا الاتجاه. طبعا كثير من الناس كيقولوا لا، لأن هذا معناه تفتت المغرب. أنا ماشي قناعتي، لو كانت قناعتي ما نقولهاش، ولكن كنتفهم هذا التخوف. إنما الاقتراح ديال سي عيوش ما يمكن يتطبق إلا خديتي هذه النقطة، وإلا أنا أستاذ من الدار البيضاء وصيفطتني فم الزقيد ولا القصر الكبير ولا طروال لا طروال مثلا أو الشاون. أنا ما غاديش نفهم بالخصوص الدراري، لأن هما ما غاديش يفهموا، هو ما غاديش يفهم، خاصة الدري ديال اللي عنده 5 سنين ولا 6 سنين ما كيقدرش ينفصل عن لغة الأم، ما عندوش الوسيلة باش يتحرر منها، كيتكلم بداك الشيء لغة الأم، أنا ما نفهموش وهو ما يفهمنيش، بل إلا ماشي ما كاينش يفهمني. أحيانا البالغين ما كيتفاهموش، ماشي ما يفهمنيش، يضحك عليا لما نطق واحد الكلمه اللي ما هوش معتاد عليها غريبه، يستهزأ عليا. فين كتبقى ديك الهبه ديال الاستاذ؟ الا ولا الطالب كيضحك عليا انا لان انا قلت كلمه زنقويه بالنسبه ليه هو. وهذه الوزاره ما غاديش يتخذ هذه السياسه ديال استاذ انت من الدار البيضاء ما نعينك غير في الدار البيضاء، وانت من الشاون ما نعينك غير في الشاون، ما دخلش في هذا الشيء. إذا كيف التطبيق؟ كيفاش؟ ثم هنا اللي أنا كناخذ عليه أصحاب اللغويات وداك الشيء، كيقول لك كاين فرق سيدي ما بين اللهجة الكلامية يعني المستعملة والكتابي. عندي كتاب هنا ديال لوي برونو اللي كان أستاذ ديال اللغة هذا ايام الفرنساويين هنا في الرباط، وكتب كتاب ها سميتو هو هذا مختص بوغ انسيني لاغاب ليتر ان ديبيوتون. نقرا غير استراح لي نقرا غير استاذ نقراها بالفرنساويه ممكن. تفضل غير ما تطولش. ما نطولش. Quand on examine les choses de plus près, on s'aperçoit bientôt que la difficulté d'enseigner les deux aspects d'une même langue, n'est pas aussi grande qu'on le pense au premier abord. Deux aspects d'une même langue, ce n'est pas deux langues différentes absolument, et surtout deux langues du même génie. Arabe parlé et arabe écrit procèdent du même génie. Nous enseignerons donc l'arabe parlé et l'arabe écrit. Le premier problème qui se pose alors est de savoir si on les enseignera simultanément ou successivement et quelle part on réserve à chacun d'eux dans l'horaire. Mais dès la 4e, dans certains établissements, dès le dernier trimestre de la 5e, l'arabe écrit réclame la place prépondérante. يعني ما معناه اش كيقول هذا لتعليم اللغة بالنسبة للأجانب. اش كيقول أنه من الممكن أنك تدرس اللغة المتداولة وفي نفس الوقت هذا الفرق بيني وبين السي عيوش، وهو أنه هو كيبغي ينتقل من الشفوي إلى الكتابي. أنا كنقول العكس هو الصحيح. الشفوي له مجاله وهو لغة البيت، لغة العاطفة، لغة الأم كذا، لغة التفاهم، لغة كذا. لغة المدرسة لا علاقة لها بهذا، هي لغة تبدأ بالكتابة ولا بد أنه، ولكن يمكن لك لتبليغ المعنى كتستعمل اللغة الدارجة كوسيلة، ماشي باش تدرسها هي وتعمل لها نحو وتعمل لها
هذا بحال هذا بقيتو اللي كيشتغل تقعيد، لان هذا العمل كله اللي غير الناطق بها. هذا الا بغيتي تعلم الفرنساويه الانجليزي الدارجه. اما الا كان الطفل دارجي وبغيتي تستعمل من حين لاخر الدارجه لتوصيل الفهم، هذا لا باس به في السنه الاولى والثانيه والثالثه، ولكن تبدا بالمكتوب بالعربيه الكتابيه مع شرط، وهذا الشرط الاساسي وهو ان التبسيط. ما كاين لا يعني جمع المؤنث السالم ولا المفعول المطلق ولا الممنوع من الصرف ولا كل شيء. هذا الشيء اش كتقول للاستاذ؟ تقول له الله يخليك لما تكلم مع الطفل اللي عنده يعني في القسم الخامس ولا السادس حتى السنوات الاولى ديال الثانوي، بسط يا سيدي، ما تكلمش هذيك العربيه اللي هي بسط، ما تستعملش المثنى، حاول انك ما تستعملش الجمع المؤنث السالم. ولكن نهار غادي يبغي يستعملوا يا استاذ العروي بحال غيبدا معاه من الاول. شكون؟ هذاك الاستاذ، هذاك المتعلم مثلا. انت كتقول مثلا المثنى ما عنده به علاقه الى حدود 10 11 12 عام. يعني ملي غيوصل 12 عام غنبداو معاه في المثنى. هذا المثنى ضروري في اللغه. لا غادي تبدا معاه من الاول. لا هنا اللي كنطلبوا، اللي كان مطلوب ماشي الغاء المثنى ولا جمع مؤنث سالم، غير التاجيل ديالو. لا هو الواقع احنا من الان بهذه اللغه اللي كنتكلموا بها رحنا في الاتجاه اللي مشات فيه جميع اللغات، حتى اللغات الساميه من العبريه والفارسيه، هذا الغاء اولا يعني الحركات الاخريه لان زائده. جاء الرجل، جاء الرجل، يعني سكن الحرف الاخير، هذا هو ماشيين فيه. المثنى ماشيين فيه. الجمع يكون جمع الاناث وجمع واحد لصيغه واحده ماشيين فيه. كان من المطلوب من المعهد التعريب انه يمشي في هذا الاتجاه، وهو تبسيط النحو والكتابه والاملاء. إلا حصل هذا الشيء، هذه اللغه المبسطه واش ماشي هي الدارجه اللي غادي نتفقوا بها ونتفاهموا بها؟ ربما الاختلاف، بحيث انه هو اختلاف. لا فلذلك هو كيمشي من التحت، هو كيقول لك الدارجه، وانا كنبغي نجي من الفوق. هو كيقول لك الدارجه ماشي معاك، لا بغيتي من الفوق يلا ياك تمشي معايا من الفوق، انتهينا. نمشي معاك واخا شوف. لا الى وصلنا لهذا، انت مشيتي من تحت السعيوش، مشيتي من تحت انك الدارجه بين مزدوجتين تريد ان تسمو بها، رغم انه هذا الشيء لغويا ما صحيحش. قضيه السمو، لغه طايحه وناقصه، هذو مصطلحات احكام قيمه ما عندها علاقه باللغه. بارك الله فيك اللي قلت هذا الشيء. السي العلوي كيقول لك واحد اللغه من واحد المستوى غنهبطوها باش تولي، باش نطيح. ما كتشوفش بان هذا الشيء في اخر المطاف غيقضي على العربيه الفصحى ويقضي على التنوع الدارجه والدارجه في المغرب. ماشي انا اللي قلت اليوم. لا انت بغيتي دير واحد العربي اللي قال هذا الشيء ومتفق مع ذاك الكلام اللي قال. انا بغيت نرجع على واحد الاشياء اللي تكلمتي فيها وتنشكرك بعدها، لانه هذا النقاش مهم بزاف، لانه كنت نعرفك الرؤيه ديالك في اللغه. هذا علاش تعجبت ملي دخلتي فيا بالصحف، تعجبت. انا حسب لي باش تكون معايا تسندني، كان يحسبني هكا تتكلم هكا، كان عرضت عليك باش تكون معنا في هذاك الندوه. المختصين في اللغات كنتعلموا اشياء وتنقولها من قلبي. شوف فيها تنقولها من قلبي. اللي بغيت نقول لك الجهات واللغه، كل لغه تعرف بانه بحال دابا الانجليزيه عندهم 600 ديال اللهجات، 600. وكاين تتعرف هذا الشيء هي اذا اللهجه ماشي مهمه. لا كانت اللهجه ديال التطوان والشوان ولا الشوان بحال دابا تيقولوا في طنجه تيقولوا الجعده. تتعرف شنو هي الجعده؟ لا. ايوا هي خزو.
مش هذا خيزو هذا هي. ومزيان انا ملي مشيت المره الاولى قالوا لي جدع بقيت نشوف وجد احسن من خزو. والحقيقه يعني جدع يا اصبر شنو هي المشيه؟ مستقبلا شنو هي المشايه عندهم تما؟ المشايه هي البلغه. لا هما تيقولوا لها حاجه واحده اخرى، التشنكاله. ايوا شوف التشنكاله مع المشايه مزيان. وفي اكادير شنو تيزولوا واحد السيد تيقولوا زقراب زعما مجحاح قرزاز. هذه غير في زنقه في اكادير مزيان. ومراكش انت المراكش غير زنقه في اكادير واسي مساوي. هي انت هي كاينه ياك هي ايوا اذا مزيان هذا الشيء. انا هذا الشيء مزيان الا كانوا هذه اللهجات وفيهم هذه الكلمات باش تكون دي سينونيم. بحال دابا لا كتبنا واحد قاموس بالدارجه وكاين بعدا تعرفوا بانه انا شفنا بانه كاين 10 ديال القواميس اللي كاينين بالانجليزيه العربيه الدارجه. هادشي بالدارجه وبالسبليونيه الدارجه وبالعربيه باش من دارجه الفرنسيه الدارجه كل واحد تيكتبها. ولكن كولان كتب هذه 20 عام 25 عام كتب 8 ديال لي توم 8 ديال الكتب مترجمه فقط باللغه الفرنسيه والدارجه. وحنا في مؤسسه زاكورا صوبنا واحد المركز لتنميه الدارجه. وهذا ماشي عار مزيان لانه اللغات خصنا ندرسوها. وهذا المركز هذا باش نصوبوا اول قاموس مكتوب بالعربيه المغربيه بالدارجه والعربيه حتى دائما تكون بالحروف العربيه ولا اللاتينيه؟ حروف عربيه. حروف العربيه باش ندرسوها. ولكن الاجانب لا بغاو يكتبوها لا بغاو يعلموا الدارجه وكتبوها باللاتينيه. هذاك المشكل ديالهم. ومزيان انا بصح يتعلموا اللغه ديالي واخا يتعلموها حتى بالصينيه. ولكن حنا في المغرب باش نكتبوها بالحروف عربيه وماشي نديروا اشياء اخرى. هذا المركز هذا باش يدير قواعد يخمم فيها دابا سي يوسي اللي كتب هذا الشيء هذا الترجمه. مزيان هذا المركز. قول لنا السي عيوش، قلتوا بانه كاين ربما تجارب ديال دول اخرى وهذا اللي استانستوا بها وبان لكم بانه الاعتماد ديال اللغه الام يعني في التعليم ماشي فقط واحد. واش كاين شي تجارب في العالم اللي نجحت في هذا المجال؟ ماشي تجربه واحده ولا 5 ولا 20. قلنا غير وحده منها مثلا. كاين كثير. كاين في افريقيا كاين اليونسكو طرح هذا الشيء. وحنا ملي درنا ذاك المداوله هديت ذاك الكتاب قبيله ديال اللغه واللغات اللي صوبنا هذه 3 سنين. جبنا ناس من مصر وجبنا ناس من الجزائر وجبنا ناس اللي تكلموا على الهبريه لانه واحد التجربه مهمه بزاف. داك الشيء اللي قلتي قبيله عجبني بزاف. دخلنا هذا الشيء في العربيه وحسنا وجعنا وحذفنا شي اشياء وجعت سهله نخلقوا واحد اللغه متوسطه اللي يفهمها الجميع. المشكل الكبير في هذا المغرب هو كاين هذه الديكلوسيه. كاين الكلمات كان تنطقوا وتنتكلموا بالدارجه وعندنا وتنكتبوا باللغه العربيه. انا تنتمنى نوصل لواحد الوقت باش نكتبوا تكون عندنا لغه واحده. هذه اللغه اللي تكلمتي عليها بعد يعني غتقتل التنوع كله اللي كاين في المغرب. لا ما قتلوش. لا يا خويا لا مزيان. لا حنا التنوع حنا شوف كاين بلدان افريقيا الجنوبيه في الجنوبيه فيها عرفتي شحال من لغه كثير من اللغات. ولكن ما عندهمش بزاف ديال اللغات الرسميه. كاين في الهند كاين مئات ديال اللغات 350 ولا شحال هكا. كاين في فقط سويسرا 5 ديال اللغات رسميين. هذا الشيء لغات رسميه. انا كنت نتمنى باش يكونوا كثير من اللغات الرسميه حتى في المغرب. هذا الشيء ماشي تيضعف اللغه العربيه لا هذا الشيء تيغني اللغه العربيه والدارجه باش تغني قريبا اللغه العربيه. حنا اللي بغينا المغرب ما يكونش يكونوا محليين يكونوا واحد اللغات مزيانه ولكن تكون واحد اللغه اللي تتوحدنا. ولكن غتفرضها في الاعلام وتفرضها في المدرسه غتولي مفروضه. علاش اخويا ما تكونش لا كانت هذه اللغه اللي تكلم عليها الاستاذ العروي اللي تكون عربيه متوسطه. ما كتكلموش على نفس اللغه. لا تنتكلموا على هو كيتكلم على اللغه فصحى مبسطه انت كتكلم على لغه دارجه اللي غنطلعوا بين مزدوجتين نطلعوا باش تطلع اللغه هي باش يكون واحد الجسر. لا كان هو بغى من الفوق وانا من التحت نتلاقاو في الوسط مزيان ما فيهاش نشأوا واحد اللغه مبسطه عربيه اللي يتكلم عليها هو اللي بغى يحذف داك الاشياء بعدا باش يساعدني. غتقتل اللغه الفصحى واللغه الام. لا ولكن انت مشيتي فين ما مشيتم الصحفيين تبغيو ما تنقتلوا حتى حاجه. حنا بغينا تنوع اللغات. انا بعدا في هذه البلاد انا فخور
بتنوع لغات. انا للاسف ما كاينش اللغات بزاف، كنت بغيت يكونوا لغات رسميين بزاف وكون لغات اجنبيه. دابا المشكل اللي طرحنا حنا ماشي فقط اللغه العربيه والدارجه، هضرنا على المشكل ديال اللغات الاجنبيه. وسمعت وقريت شنو كتب الاستاذ العروي ومتفق معاه في 100%، لانه بلا انفتاح الى اللغه الفرنسيه العلاقه مع اللغه الاجنبيه، اللغه الاجنبيه شنو كتقول على اللي كيقول لك بانه عيوش واللي من وجهه نظر عيوش غيريه بالعربيه وريه بالامازيغيه والدارجات واللغات الام واللوبي الفرنكوفوني والفرنسويه. هذا الشيء اللي ما سمعش عيوش ولا باش دابا ماشي عيوش الله يخليك ما تبقاش تقول عيوش، هادو عيوش ماشي عيوش ولا هادو الناس مختصين. واش انت عيوش انت هذاك السي ما شايش؟ لا اصحاب الفكره صح الفكر ولا عندهم تخصيص اللي تكتبوا هذا الشيء. حنا تنقولوا الله يخليك ما عمرنا قلنا ماشي نقضيو لا على اللغه العربيه، حنا مع اللغه العربيه ولغه رسميه. واللغه الامازيغيه انا من الاول الناس اللي كنت ندافع عليها ويقولها السي بوكوس اللي كان حضر معنا في ذاك الندوه، ولو كنت ندافع باش تكون اللغه رسميه كنت نتمنى باش تكون لغات رسميه بالامازيغيه في جهه في تاشلحيت وتاسوسيت وداك الشيء. ما وقعش داك الشيء، كاين لغه واحده دابا رسميه. خصنا مشكل هي كيفاش ما تدرس في جميع المغرب. هذا مشكل اخر اللي بغيت نقول لك الله يخليك، هذا ماشي مشكل. وحنا ما بغينا نقضيو لا على اللغه الامازيغيه، حنا لغه الام اللي تتكون في لغه من بعد المناطق الامازيغيه تنتعلموا تبداو الانسان تنقريوه باللغه الامازيغيه. وحنا تبغى اللغه العربيه. هذه اللغه السي العروي كيقول في استجواب مع الزميله الاحداث المغربيه مؤخرا بان هذه الدعوه ربما قد تقوض الهويه المغربيه. كيف ذلك السي العروي؟ لان ربما كاين اللي غيتسائل كيقول لك واش هذه البلاد اللي في عمرها قرون بتوابيتها وبامور وهذا كيفاش نقاش بسيط في نظرهم سيقوض هذه الوحده الوطنيه؟ يعني هي القضية هي كيفاش كتشوف. كما قلت إذا كانت اللغة الدارجة بين قوسين هي هذه ترجمة عربية لمفهوم ديال الفرنسويين لاغاب كورون، فاللي كان قالوا دارجة وهما في الواقع كان لازمهم كترجمة هو العربية الجارية كورون، ولكن ما بغاوش يقولوا جاريه لان غادي يقول لك واش قضيه جاريه حطوها في الجواري قالوا دارجه. فوالا دارجات دارجات وغير قاره وتتطور، ثم يعني الانسان ياخذ الامور بكيفيه. الى كما انا انظر الشيء المهم هو روض الاطفال. إلا عممناه وربيتي المربيات باش يتكلموا لغة ما هيش لغة الأم، لغة روض الأطفال ماشي هي لغة الأم، خاصة إذا كانت لغة الأم جاهلة أو أمية، غتكون لغة أرقى منها بحيث الطفل أو التلميذ يولي هو عنده ملكة لغوية أكثر من أمه، يولي هو كيعلمها. ثم منظور الاطفال لما كتزيد وطلع السنه الاولى والثانيه وكتستعمل لغه دارجه مفهومه ولكن ارقى من هذا، فكتمشي شويه بشويه ارقى. الكتابه كما قلت شيء اخر، اذا بديتي كتبسط هذيك اللغه اللي هي التاريخيه القديمه ما كتوصلش للدارجه ديال اليوميه. كنخلقوا اذا باستمرار لغه متطوره شامله وجامعه. طيب الا مشيتي في هذا الاتجاه كتقوي الوحده الوطنيه، ولكن الا خديتي الدارجه وهذه ما فهمها الشيء الذي فهمه الناس من هذه الدعوه، وهي اننا ناخذ هذه الدارجه كما هي ونخدموها ونعملوا واحد العمليه اللي قام بها العرب في القرن الثاني الهجري، وهي ما يسمى بعمليه التدوين. لا علاقه لها بالقران، هذا شيء اخر، ولكن التدوين
وهو أن تأخذ الثقافة العربية الشفوية وتجعلها ثقافة مكتوبة. دابا الآن يطلب منا أن نفعل نفس الشيء. إذا فعلنا نفس الشيء ودعاة الأمازيغية عملوا نفس الشيء ودعاة الحسانية وغدا تظهر لك حاجة أخرى ما تعرفهاش من حنا في عام 70 كنا الخطر ديالنا كيجينا من الفرنساويين، من فرنسا بالسياسة ديال السي محمد بن هيمة اللي تعاملت ضدو، هذيك الوثيقة الكبيرة المعروفة اللي علم عليها 55 مثقف مغربي 1970. جانا الآن الخطر من الجانب الآخر، غدا غادي يجيو كذا. واش هذا ماشي تقويض للوحدة الوطنية؟ ثم أكثر من ذلك وهو التقوقع. لأن أنت سولتي الآن على التجربة المماثلة. أنا كنت نقول للسي عيوش فعاود تسأل الإنجليزة والفرنساويين والمغاربة ولا هذا، عندك مثالين اللي خصك تاخذهم هما اللي وتبحث وتقول اش كاين، لأنه مثالين ناجحين وهما هي مالطا، لأن اللغة المالطية لغة عربية. لما مالطا أخذوها استرجعوها المسيحيين، خداو هذه اللهجة اللي هي لهجة عربية، كتبوها بالحروف اللاتينية من القرن الرابع عشر وتقدموا بها بهذه اللغة اللي هي لغة الأم ديالهم، درسوها في الابتدائي. ما عندهم حتى مشكل، ما عندهم لا ديغلوسي ولا 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 ولا. ولكن شكون اللي الآن كيهتم باللغة المالطية؟ تقوقعوا قوس المسح، بحيث غير كيوصلوا الخامسة اش كيتعلموا؟ الإنجليزية كتولي هي اللغة ديالهم، التعامل في الاقتصاد في كذا في كذا في كذا. المثال الثاني وهي السواحلية، سواهيلي هي اللغة اللي اليونسكو كيعطوها كمثال في شرق افريقيا. شرق افريقيا، تنزانيا شوية كينيا وشوية جنوب الصومال. الصومال فيها جنوب الصومال. هذه السواحلية اللي ولا فيها آداب وفيها 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 آداب ولكن ما شكون اللي كيقرا لك السواحلية الآن؟ مع أن عندهم شعراء وكتاب وأدباء. فإذا إلى هذه الدعوة إلى خدينا اللهجة وهذه اللهجة إلا كتبناها غادي نجمدوها، وبعد 20 سنة غتولي عندك نفس الديغلوسية ما بين الدارجة المكتوبة والدارجة المحكية اللي بقيا كتطور، بدليل أن نفس الشيء حصل الآن الأتراك الآن سولهم كيقول لك كلهم أنهم لا يقرؤون ولا يفهمون خطب مصطفى كمال اللي هو المرجع ديالهم، لأن خطب مصطفى كمال كانت في المستوى ديال التركية المحكية اللي تطورت بعد 50 سنة الآن مخالفة تماما النقطة الأولى السي عيوش كيقول لك السي العروي اللغة الأم دابا في كل 50 ولا 60 بلاد. تعرف بأنه اليونسكو خرج اليوم هذه واحد 9 سنين خرج مودير لانجويج داي، نهار ديال لغة الأم اللي هو 21 فبراير. وانا تنتمنى باش يكون هذا الشيء في المغرب نحتفلوا به، لانه اللغه الام مهمه بزاف. وهذه لغه الام اللغه الاولى الناس اللسانيه تكون اللغه الاولى ماشي، لان تقدر تكون ديال الام، تقدر تكون ديال المربيه ولا المرضعه ولا اللغه الاولى. قريت على اشياء تقال بانه هذه اللغه نحن عندنا، جبت لك واحد 30 كتاب عندي في السياره بغيتي نعطيهم لك من بعد، ولكن تا الكتب خرجوا من الاكاديميه المغربيه اللي انت فيها الاستاذ اللي مكتوبه بالدارجه على وكاينين حتى الوزاره نشات بالدارجه كتب هكا. وغير الا سمحتي لي الفكره اللي قال السي العروي، الا كاع وصلنا لهذا المستوى اللي قلتي انه الدارجه ولا المغربيه كما يسموها شي وحدين صوبنا وقديناها وهذا، ولكن راه الا فتي طنجه ما بقات واحد كيفهمك، غتبقى مقوقع في المغرب، لا احد يطلع على ادبك ولا شنو صوبتي بها ولا غتبقى الا فتي طنجه ما يفهم حد. طنجه تيفهموا، لا الا فتي طنجه كنقول زعما غنبقاو غير في المغرب، كنبقاو مشيتي اسبانيا حاجه واحده اخرى، غنبقاو غير في المغرب اللي كنعرفوا حنا هذه اللغه اللي قريناها. في المغرب لا سمعتي واحد الروايه ديال طيب العلج
ولا روايه ديال الكتاب كاين بزاف في المغرب اللي تيكتبوا بالدارجه. حنا في الطيب العج طبعنا له 6 ديال مزيان السي عيوش داكشي اللي جازيك بخير، ما تبقاش تقول درنا عليه مزيان. انا بعدا ما كاينش مشكل عندي، مشكل عندي لانه المشكل هذا ديال اللي قلتي بلا بدا بلغه الام وبدا تعلم اللغه العربيه، انا تنقول له ماشي بدا يتقن اللغه العربيه احسن واحسن، ويمكن يدخل في العربيه هاد التحسينات وهاد التوجهات ديال الاخ العروي. اذا انا معاه في هذا الشيء هذا. حنا هذا الشيء تدريجيا ماشي يبدا بلغه الام ويدخل اللغه العربيه. شنو هو المشكل؟ عنده كلفه، عنده كلفه في الوقت. ما كاين كلفه، الله يخليك. هادشي كله الكلفه الكبيره هي فين فشل هاد المدرسه. واش تيبقاو 4% اللي تيجبوا 6 اللي تياخذوا الاجازه ديالهم 6% و94 مشاو فين مشاو؟ شحال داك الكلفه طاحت علينا؟ ملايير وملايير ديال الدرهم تتمشي. حنا تتعرف بانه التكلفه في المغرب سنويا هي 55 مليار في 2012 اللي مشات. هادشي شحال مشكل اللغه؟ لا هادشي الوزاره في الوزاره في المغرب شحال الكلفه ديال التربيه في المغرب ديال التعليم؟ 55 مليار. وشحال هذه الكلفه ديال لو بلان دورجونس استعجالي؟ 35 مليار. شنو داينا به؟ اذا نخموا ونشوفوا كيف نحسنوا الجوده ديال التعليم ديالنا. شوف سي عندي شي تعقيب على النقطه اللي قلتي. المشكل ماشي فقط مشكل ديال اللغه، الله يخليك. الدارجه مزيان، انا تنحب الدارجه وماشي بوحدي. تتعرف شحال ديال المغاربه تيحبوها؟ فكرتيني ما قلتها لكمش، ما عطيتكمش الاحصاءات ديال 95.9 هي 96%. قلنا المصدر ديال داك كيتكلموا هذا المصدر مزيان. دراسه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجيه هو مع شحال ديال الناس في هذه الدراسه؟ 5064 شخص في 2011 حول اللغات. بينوا بانه الدارجه الفهم ديالها 96%، 95.9، والقراءه 40% اللي تيقراوها. التكلم تكلمها وتيفهم مزيان 92.7%، والكتابه 39.4%. اما العربيه مزيان الفهم تيفهموها الناس 63%، تيفهموها شويه، ولكن القراءه 44%، التكلم 39%، الكتابه 42%. الامازيغيه الفهم 31%، القراءه 2.5%، التكلم 27.8%، والكتابه 2.4%. ملي تنهضر على الامازيغيه هي التشريحات، التسويسيات، بالتفريعاتها كلها. كلها. سي عروي عنده شي تعقيب على شي فكره قلتيها؟ هي تعقيب، وهو ان هذا الكلام على ان مستوى التعليم في المغرب ضعيف واننا كنبدروا بدون شيء. هذا الكلام كتسمعوا في كل بلد. سمعتوا في امريكا، كنسمعوا في فرنسا، كتسمع في انجلترا، في كل بلد. ازمه التعليم في العصر الحادث موجوده في كل بلد. اذا ماشي خاصه بالمغرب، غير صحيح. اكثر من ذلك، وهو ان وهذه يعني خاصها امور خاصها تقال، ماشي هذا. عند كل هذه المنظمات الدوليه عندهم افكار مسبقه. اليونسكو هذا الفكر الاستراتيجي حتى قبل من بو ما يجي بو هي قضيه ديال اللغه الام، لانهم عندهم غير قضيه افريقيا السوداء اللي اش وقع فيها. حالتنا ماشي هي حاله دول افريقيا. البنك الدولي عندهم افكار مسبقه، وهي اننا نحرروا العمله. الحمد لله ما كنعملوهاش، والا كانت خطر. ماشي غير الامور اللي قالتها لنا الامور المنظمات الدوليه خصنا نعرفوها. عندهم خبراء ما كيعرفوش احوالنا الخاصه. نعطيك مثال. هذه 20 عام في نيويورك قالوا الناس هذه المدارس ديال الدوله اللي فيها السود كيتكلموا لغتهم خاصه بهم، واللاتينو كيتكلموا بلغه هذا، خاصهم في الابتدائي ندخلوا اللغه ديال الام ديالهم. طبقوها
ماذا كانت النتيجة؟ كارثة كارثة. لأن كيخرجوا من المدرسة كلهم عندهم هذا، ولكن المستوى الثقافي اش حصل؟ الممثلين ديال اللاتينو ديال الامريكان مشاو للكونغرس الامريكي وعملوا الضغط باش يتراجعوا على هذا وتدرس في المدارس اللغه الانجليزيه الصحيحه، لانهم شافوا بان هذه اللغه الام اللي كيتعلموا فيها ما كتنجح، ما كتنفعهم في اي شيء. انجلترا الان خرج بحث ان تقريبا 7% من الناس اللي لهم، يعني الناس اللي لهم نفوذ في التلفزيون، في الادب، في الصحف، في السياسه، في الاقتصاد الى اخره، خارجين من مدارس خاصه معينه كيمثلوا 7% من السكان، لانهم هادو كيتعلموا واحد اللغه خاصه بهم كيتعارفوا بها، الا تكلم معك كتعرفوا في بين هو. الا جا واحد اخر تكلم لك واحد اللغه ماشي منطق بالنطق الواجب، ماشي التراكيب الواجبه، ماشي كذا، مقصي من ديك الجماعه، مقصي من داك الشيء. فهنا من كنقول لك هذه الدعوه الى هذا، عكس ما اقول انا اللي كنقول لك تبسيط العربيه هذا وهي انك ترفع شويه بشويه لغه البيت عن طريق روض الاطفال وعن طريق هذا، كتستعمل الدارجه كوسيله لرفع المستوى الثقافي للجميع. اما اذا قلتي احنا الهدف ديالنا هو المحافظه على اللغه ديال هذا وتنميتها، اللي قال لك هذا قال لي خصنا نخدموها، قلت له سيدي الا بغيتي تخدم هذه اللغه ديال الشارع وخدم اللغه المكتوبه، واللي غادي يساعدك فيها 300 مليون ديال العرب هما ايضا عندهم نفس الهدف. اللي عملتي انت كتاب ديال في اللغه عندك 100 مصري و20 تونسي وهذا كيساعدك. اما الا بديتي كتخدم غير اللهجه ديالك انت، شكون اللي غادي يساعدك؟ هنا كتجي قضيه التكلفه، التكلفه الماليه. نخلي يجي قبل هذه الفكره. بعدا انا عندي احصائيات اخرى بتدريس اللغه الام، عندي احصائيات ديال اليونسكو، ماشي ولا اليونسكو ما تثق حتى واحد، لا عندهم افكار مسبقه. انا كنقول لك انا عندي انا نقول لك وبلاتي اسمعني وانت نسمع لك قلت لي قبيله خليني نكمل. تفضل. قال لي بغى يقول لك بان اليونسكو ماشي قران منزل. لا ولا اليونسكو ماشي ما بقينا ننطقوا حتى بواحد، ما ننطقوا غير بنفوسنا، وحنا غالطين، حنا وصلنا لهذه الدرجه هذه الفاشله في الدراسه. حنا عندنا ناس مختصين في اللغات، مغربيين وعايشين في المغرب وتيتكلموا العربيه الفصحى والانجليزيه والفرنسيه، عندهم ميولات ميولات حتى هما مغربيين عاشوا، ولا شكون اللي ما عندهم ميولات باغيين يوجدوا خدمه لنفسهم. سي العروي الله يخليك، سي العروي الله يخليك، سي العروي الله يخليك، حتى هما طموحين وتحبوا الوطن ديالهم بحالك وتانا الحمد لله، وتا هما عندهم اغراض باش يشجعوا باش فقط هذه المدرسه المغربيه تنجح، ماشي اشياء اخرى. انا قبيله تكلمتي على اللهجات عاوتاني خرجتي الله يخليك الانجليزيه. واش تعرف بانه امريكا ما تتكلمش بنفس الانجليزيه بحال انجلترا او ايرلندا واشياء، وتف في بعض في الداخل فالدول عندهم لهجات اخرى وتخدم عندهم ذاك لغه وحده. حتى حنا لا تكلمنا هذه الدارجه للغه الحمد لله لغه عربيه انا فخور بها، والشعب المغربي كله تيتكلم بها، وعندنا ابداع فيها في الغناء في الملحون في بالمجدوب، كل شيء هادشي شفوي مكتوب يا اخي مكتوب. عندي في السياره ديالي عندي هكا، تبغي نجيبهم لكم هنا حشمت شفوي مكتوب فولكلوري ماشي فولكلور يا اخي. لغه الشارع ليس فولكلور، الشارع انا تنتعلم منه كنمشي معنا، انا بعدا تنتعلم شي اشياء بعدا
تنكون فخور بها. الامثال المغربيه وداك الشيء بعدا تعلموا فيها كثير من الاشياء. علاش ضروري خصك تعلمهم كيجوك اكزوتيك ولا يا شنو؟ اخي يعني انت عاوتاني بغيتي تطيح اكزوتيك. لا بالنسبه ماشي للمغربي إكزوتيك. يعني اللي لا ماشي اكزوتيك هذه. لا قلت لهم اكزوتيك عندك الزرقاء يخرجوا عندك هذه راسك. انا تنحترم هاد الناس وتنحترم الشعر ديال الدارجه والشعراء في الدارجه والكتاب في الدارجه. باطمه كتب شي اشياء انا براسي ملي تنقراها ماشي الدموع تيكتب شي واحد الحيويه واحد الابداع. وهذا الابداع تكلمتي على الكلمات الابداع لا كرياتيفيتي. الابداع في المغرب مفقود وفي الدارجه كاين موجود. كاين دائما هي لغه حيويه وتتبدع وتتخلق لا في المسرح والمسرح كاين ولا احنا دينا بعد المرات تندير مهرجان حيت انا رئيس ديال مؤسسات الفنون الحيه وتنديروا مهرجان وتنجيبوا كاين بعض الروايات تكونوا فقط منطوقين باللغه العربيه الفصحى ما تيجي لهم حتى واحد ما تيفهم. كاين الناس اللي تيخرجوا وملي تديرهم بالدارجه تيموتوا بالضحك ولا تيفهموا ولا بغيتي تعطي واحد الميساج ولا دوز اشياء تيفهموها. وخاصه في المدارس ديالنا حنا ملي تنديروا لهم في المدارس ديالنا تنعلموهم المسرح. المسرح مهم بزاف. انا عندي باش من اللغه باللغه بالدارجه خصك يهضروا على الاشياء ديال اللي تعيشوا فيها تيهضروها بالدارجه ولا لا تتعلم شي اشياء اللي تلقاها تقول هاد الناس منين جاتهم هذاك الشيء. هاد اللغه الدارجه في نتعلموا فيها الابداع اللي خصنا ندخلوه في اللغه العربيه. انت بغيتي تهبط وانا تطلع وانا نهبط ونتلاقاو جميع وماش نتلاقاو نخلقوا واحد اللغه فيها الابداع والحيويه وان شاء الله يمكن تكون مثال. لا نفهموها لا يفهمها الجميع. لا انا متفق انا وياك لا يفهمها الجميع. يعني مصر غادي يفهموها. شوف الله يخليك مصر يعني تكلمتي الا فتيت لمسان وفتيت طنجه وفتيت الواديبو. الاخ العربي قال لي مصر انا تكلمتي في المقال ديالك تعلمت فيه كثير من الاشياء. قلت لي اللبنانيين نشأوا واحد اللغه وعلموها هما الام ديالهم امها والاطفال وخلقوا واحد اللغه اللي هما تيتكلموا بواحد اللغه العربيه غزاله. اذا عندك الحق حنا بغينا نوصلوا لهذيك الدرجه. وفي السودان ايضا وفي سوريا تكلمت عليها وفي تكلمت على مصر. انا مصر حاجه واحده اخرى لانه احنا المغرب تعلمنا ذاك اللهجه ديالهم كلهم ذاك الافلام ديالهم اللي جاوا تعلمناها. حنا بغينا اللهجه ديالنا حتى هي نفرحوا بها ونديروا لها القاموس. كاينين الاجانب يتكلفوا بها وتهتموا بها اكثر من المغاربه. انا كاين شي اشياء ما جبتهمش عندي 10 ديال القواميس كلها مكتوبه الاكثريه فيهم مكتوبه بامريكا من الاسبانيين ومن ناس من الخارج. قليل اللي مكتوبه في المغرب. كاين الا كولا اللي كتبها ولكن كتبها باللغه اللاتينيه وبالدارجه. حنا بغينا نكتبوها باللغه العربيه. يعني ممكن الابداع يكون باللغه يعني الشفويه الدارجه والدارجات الابداع الحقيقي وتكتب وتدوز هذا الشيء دوز اللغه العربيه من بعد ونخلقوا ذاك اللغه المتوسطه واللغه العربيه الفصحى تبقى دائما. ولكن نحذف فيها ذاك الاشياء اللي بغيتي تحذف فيها. الله يخليك انا عجبتيني قبيله. انا متفق معك يا اخي. ولا قالها السي عبد الله العروي ولا فين مشينا غادي يقطعوا لي راسي. لا ما يقطع. السي العروي قضيه الابداع يعني الشفوي انت اعتبرتيه واحد النوع من الثقافه الفولكلوريه وهذا. واش هذا يعني انها في مرتبه دونيه من الابداع الاخر او انه كما قال السي عيوش ممكن الابداع يعني من الثقافه الشفويه المتداوله المغربيه وندوزوا لمرحله المكتوب؟ لا هو انا نقول لك هذه ايضا هذا هو الخطا الكبير. الناس كيظنوا ان هناك يعني تدرج او تسلق من الشفوي الفولكلوري الادبي الرفيع. هذا غير صحيح. الادب الرفيع كيأخذ من الادب الرفيع اخر. وكل مجتمع عنده مستوى الفولكلور ديالو فيه ابداع فيه الراب فيه كذا فيه كذا. وكل مجتمع عنده. ولكن هذا مستوى الادب الاخر مستوى اخر لا علاقه له. وكتقول ان هذا المستوى كتظن بانه يمكن لك ترفع من هنا وكتوصل لهنا. لا. اعطيك مثال. الفرنساويين مثلا عندهم اللغه الكلاسيكيه اللي اخذوها ديال فولتير وداك الشيء. عندك سيلين كيكتب واحد الفرنساويه لا علاقه لها بهذيك الفرنساويه. ولكن سيلين كل واحد كيصفق له كل واحد كيعجبو
ولكن حتى واحد ما كيكتب بحاله. وعمر شي واحد ما قال فرنسية سيلين هي اللي غادي ندرسوها في المدرسة وهي اللي تكون المثل الأسمى ديالنا. أبدا. يعني خلاو سيلين كيصفقوا ليه. علاش؟ لأنك ملي كتقرا سيلين الاختراع والابداع هذا اللي كيسميه هو ما بوتيت ميوزيك، الموسيقى الخاصه به، ولكن الناس بقاو كيكتبوا الفرنساويه ديال المغياك وديال الجيد وديال هذا اللي ماخوذه من الماضي الاخر. مثلا في امريكا عندك يا سيدي مارك توين. هاكلبري فين اول جمله مكتوبه فيه هي جمله ديال شاب زنجي كيتكلم باللغه ديال الجنوب. الامريكان كيعتبروا بان هاكلبري فين هو اصل الادب ديالهم، ولكن حتى واحد ما غادي يكتب هذيك بهذاك اللغه ديال الجنوج الجنوب ديال امريكا. الامريكيه اللي كيتعلم في المدارس وكذا هي ديال نيو انجلاند ديال بوسطن اللي هي من بعد على انجلترا، ولكن هي اللغه اللي هذا. اكثر من ذلك انا عندي كان استاذ في الدار البيضاء خذا كتاب لي اوراق ترجمه بالانجليزيه. هو درس في انجلترا، مراته مصريه درست في انجلترا، عملوها الترجمه انجليزيه، عطاها الاستاذ امريكي دار نشر امريكا. قالوا لي هذه الانجليزيه احنا ما كنفهموهاش، ماشي ديالنا، ما بغاوش يترجموها. ولكن اللغه الانجليزيه الامريكيه الكلاسيكيه لا علاقه لها باللغه الشفويه ديال السبورب ولا ديال الجيتو. سامح لي الله يخليك، شحال د الوقت مازالنا؟ ما بقاش لنا بزاف، وكنظن انه كاين اشياء مهمه بزاف، لانه هاد الندوه الدوليه حول التربيه طرحت واحد المشاكل كبيره. بعدا تنهدي لك هذا الشيء، ما عرفتش قريتي هاد التوصيات. سامح لي تفضل بها. ويلي فعاود نعطيك. انا غنتكلف بها. بارك الله فيك. هيا بيننا. علاش ما شرطيش ديك التوصيات السعيوش بالمناسبه؟ علاش ما شرطيهاش للعموم ويناقشوا؟ لا نشرنا في كل محل اخويا. كاين شي ناس في المغرب تشدوا عينيهم. لا واش نشرات بشكل رسمي؟ جاتكم بعدا التلفازه، والتلفازه ديالكم ما تكلمتش عليها. لا المغرب ماشي هو التلفازه. لا هو التلفازه ولا قنوات. لا واش نشرتيها للعموم؟ درتيها مثلا في الموقع ديال زاكورا كاينه في الموقع. كاينه في الموقع تشوفها كلها، وصيفطناها للصحف كلها. كاين الصحف اللي كتبت عليها، وفي القنوات كلها، وفي الالكترونيه اللي هاد الصباح هذا سميتها ميديا 24. سي عفريت صيفط لي واحد ثلاثه الكتب ديال واحد السيد فرنسا مغربي اللي كتبها بالدارجه. بقيتي تنتعجب انا، ولكن اسمع الله يخليك انا ماشي نساو الدارجه دابا، لان ما بقاش نساو الله يخليك. لا لان ما بقاش وقت بزاف، ما بقاش وقت التوصيات. سعيوش انظن بانه القضيه ديال التعليم ربما واسعه. لا سمح لي، لا خصها الوقت. خصنا نرجعوا انا والسي ربما انت والسي العروي وانت ولا انت وشي واحد اخر. مرحبا. لا ما بقاتش، غتبقى لكم دقيقه ونص لكل متدخل فيكم. هذه القضيه ديال النقاش اللغوي في المغرب تقريبا اغلبيه الناس اللي بحثوا وخدموا على ما يسمى بالسوق اللغويه في المغرب، المارشي لينغويستيك، قال كان فيه تعقد وفيه تشابك في الدارجه والدارجات العربيه مزيغيه بتفريعاتها اللغات الاجنبيه وغيرها وهذا. واش كل واحد من المنظور ديالو واش كيشوفوا يعني عامل ديال التنوع والغنى ديال الوضع اللساني المغربي، او لا كما كيقول البعض ان فيه واحد الفوضى لغويه واحد التسيب؟ بغيت وجهه نظركم. تفضل سعيوش. انا بعد هذا الشيء مزيان جيت غني المجتمع المغربي وتنتكلموا عليه. واللي بغيت نقول اللغه ماشي فقط هو المشكل ديال التربيه في المغرب، كاين الاستاذ والمكانه ديالو والاحترام ديالو والكرامه ديالو، كاين ايضا التكوين المهني اللي خصنا نعطيه واحد الاهميه كبيره، وكاين اللغات ولكن فرص العمل والتكوين المهني، وكاين المدرسه الخاصه والمدرسه العموميه اللي تكلمنا عليها ايضا، والمجتمع المدني والاستاذ. عطينا كان واحد الفكره مزيانه كاينه في امريكا اللي تكلمت عليها، اللي تشارتر سكول. شنو هي تشارتر سكول؟ هي واحد المدرسه تنفوضوها للاستاذ وتنسنيو معاه واحد العقد وتنقولوا له الاهداف باش ينجح المدرسه وباش التكوين ديال الاطفال يكون مهم والنجاح يوصل لواحد المستوى. والاستاذ تيجع هو المدير ديال المدرسه. احنا عندنا مدارس كثيره في الدار البيضاء وفي الرباط مشدوده
مغلقه، وحنا تنبنيو مدارس اخرى. ملي مشينا نخدموا حنا في المدارس ديالنا تنخدموا فقط تنمشيو عند واحد السيد تيقول له كرينا بيت في المحل ديالو، تنعطيوه ذاك الاجره في الشهر، ولكن الناس يتعلموا واخا في ذاك البيت هكاك. وحنا كاين مدارس جوج مشدودين، وحده فيهم حنا 5 وحدنا 10. اذا خصنا نخموا في هذا الشيء. واللي قلنا ايضا هو ذاك الطفل خصنا نخموا فيه، خصنا التكنولوجيا الحديثه تدخل. وطلبنا باش يكون الطفل المغربي تكون عنده واحد الحاسوب، واحد لا تابليت صغيره باش يتعلم حتى اللغات الاجنبيه، لانه مهمه اللغات الاجنبيه. تكلمنا على العربيه، خصنا نتكلموا على الانجليزيه. حنا تنقولوا في المدى القريب المتوسط خص تكون اللغه الانجليزيه تاخذ المكان ديال اللغه الفرنسيه. علاش؟ لان اللغه الانجليزيه فين ما مشيت انا في اي مناظره تنتكلموا بالانجليزيه، فين ما مشيت حتى فرنسا اذا خصنا نشوفوا الاطفال والمستقبل الاطفال ديالنا. انا اللي عندي وهو هذا ما سمعته في الاخير كنظنه هو المهم اكثر من كذا. اما قضيه اللهجه هذا انا لا اعترض على ان نستعملها كبدايه كوسيله لايصال المعلومه، ولكن تكون هي في خدمه العلوم، ايصال العلوم يعني الحساب والمساحه وكذا، اللغه الاجنبيه واللغه العربيه، ولكن كوسيله للتسهيل من داخل. بجانب هذه الوسيله هناك تسهيل اخر. فلذلك انا اولا اتجه فقط الى وزاره التعليم واقول ان هذا هو الدور ديالها، ماشي دور جهه اخرى. دور التعليم ان تهتم اولا وقبل كل شيء برود الاطفال. لو بريسكولار هو الاساس، دخل فيه واستعمال اللهجه الدارجه ما كان مشكل، هو الاساس. السنه الاولى والثانيه الابتدائي ما كاين مشكل الاستعانه بها، ولكن الاساس هو انك تاخذ الاستاذ مع الحلقات التكوينيه. كل سنه تاخذ 500 ولا 600 استاذ وتعطيه 3 أسابيع وتقول له اسيدي بسط هذيك اللغه، ولكن الهدف ماشي هو ان نكون اللغه الوطنيه ديالنا هي اللغه الدارجه. انا هذيك ما كنقبلهاش، لان هذا سيفصلنا عن ثقافتنا العليا ومحيطنا الثقافي العام. اكثر من ذلك هو انني انا لا اعتبر ان الدارجه المغربيه يوم تستطيع ان تكون لغه ثقافه رفيعه متقدمه في مستوى اللغات الاجنبيه، وانا غير مستعد اني افرط في لغه. انا كنتكلمك على الحال، ما كنتكلمش على الماضي او لا. في لغه دوليه كيتكلموا بها 300 ولا 400 مليون ديال الناس وكلهم كيخدموها، وستكون في يوم من الايام قريب او بعيد في مستوى اللغات الاخرى. استاذ عبد الله العروي شكرا لك. سي نور الدين عيوش شكرا لك كذلك على هذا النقاش وهذا الحوار اللي رغم انه مع الاختلافات ولكن على اساس كيبقى نقاش يعني مهم ومفيد، ونقاش يعني في صميم النقاشات الحاليه والانيه، وكذلك النقاشات اللي تؤسس يعني لمستقبل الشان اللغوي بالمغرب والقضايا التربويه بشكل عام. اشكركما جميعا على سعه صدركما، اشكر الجمهور الحاضر معنا هنا، اشكركم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.